اذا السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا كيفاش المغرب غادي يستقبل سكان الاقاليم الجنوبيه في تندوف واخبار اخرى. فما تنساش تضغط على زر اللايك من اجل دورات المحتوى. نبداو الفيديو ونبداو باول خبر الاخوان اللي معنا. دراسه قامت بها المفوضيه الامم المتحده الساميه لحقوق الانسان في العالم الاخر اثبتت ان 3 مليون جزائري يولد بدون اب نتيجه الفساد والدعاره المرخصه في الجزائر. تشهد الجزائر انتشار للخامجات والعاهرات وال106 كما تم انتشارهم في وقت تبون. علاش؟ والسبه من يرعى هذا الكم الهائل من الخامجات والعاهرات وبيوت الدعاره وال106 في الجزائر؟ شكون اللي راه متكفل بيهم؟ شكون اللي راه يحمي فيهم؟ شكون اللي راه يرعى فيهم؟ شكون اللي عطاهم الكوراج والقوه؟ وكيف احنا بلد المليون والنصف مليون شهيد ولينا نصدروا العاهرات للخارج؟ احنا منذ متى كانت الجزائر تصدر العاهرات الى الامارات والى قطر والى السعوديه؟ منذ متى احنا كنا نصدروا العاهرات والخامجات؟ احنا في وقت فرنسا وما كانوش عندنا العاهرات والخامجات. احنا في وقت فرنسا وامهاتنا وجداتنا كانوا يوشموا جباههم ووجوههم ويمسحوا حشكم بالروث تاع البقر، وتدخل للزريبه توسخ روحها الروث تاع البقر باش ما يتوشيهاش القاوري، باش القاوري كي يشوفها خانزه وفايحه ما يتوشيهاش وما يتعداش عليها وما يتعداش على شرفها. أجرى عبد اللطيف حموتي خلال يومي الاثنين والثلاثاء 20 و 21 أبريل 2026 زيارة عمل إلى مملكة السويد مرفوقا بوفد أمني هام يضم إطار مسؤولين ويمثلون القطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة الشرف الوطني. وجاءت هذه الزيارة في سياق رغبة المصالح الأمنية السويدية في توطيد العلاقات التعاون والتنسيق مع نظيرتها المغربية. أكد مصدر موثوق لموقع يا بلادي أن مسعد بولس مستشار الرئيس دونالد ترامب طلب صريح خلال لقاء دبلوماسي جمع يوم الجمعة في أنطاليا تركيا بوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بتفكيك مخيمات تندوف في إطار تنزيل مخطط الحكم الذاتي قريبا. وأوضح المصدر أن العودة ستكون مخصصة فقط للصحراويين المغاربة الذين يثبتون أصولهم الحقيقيين، معتبرا أن الجزائر مسؤولة عن حل المشكلة التي صنعتها منذ السبعينيات لتضخيم الإعداد. كما رفض الجانب الأمريكي العروض الاقتصادية الجزائرية للاستثمار في الهيدروكربونات والفوسفات والمعادن النادرة، وأصر على موقفه الثابت لدعم المقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس وحيد لحل النزاع. كما سلطت السلطات المغربية حسب الصحافي المخضرم طارق جبريل تسليم لأحد بأسماء السكان الأصليين الحقيقيين للأقاليم الجنوبية، وسيتم اعتمادها لدى مجلس الأمن من أجل إعادة المحتجزين منهم في مخيمات تندوف، وبنسبة لن تتجاوز 12%. وبالتالي على الجزائر التعامل مع 88 الباقيين وهم الموزعين بين موريتان والماليين والجزائريين. حصلت على معلومة من مصادر أو بالأحرى من مصدر أثق به تماما بشأن موضوع في الواقع تم أو جرى أثناء زيارة بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية للرباط. ما هو؟ المعلومات التي تلقيتها تفيد التالي: أن بيدرو سانشيز خلال زيارته سلم وثيقة في غاية الأهمية للجانب المغربي. ما هي هذه الوثيقة؟ هي الإحصاء الذي أجرته إسبانيا في عام 1974، أي قبل أن تغادر الصحراء. هذا الإحصاء دائما كان محل تكتم شديد جدا ولا يعرف تفاصيله قطعا، وهو الذي في الواقع هذا الإحصاء الذي يحدد بدقة من كان موجود من سكان المنطقة وتفاصيل. بطبيعة الحال عندما نتكلم عن إحصاء نتكلم عن مسائل متعلقة بالجندر، بالنساء، الرجال، الأطفال، العمر الذين يتم إحصائهم، عملهم، مستواهم الدراسي، كل هذه التفاصيل. الأمر المضحك تبون عودة أن يبني مستشفيات التي وعد بها في غزة، فضل ناميبيا مقابل اعترافها بمرتزقات البوليزاريو. 19 أبريل النظام الجزائري يعلن التبرع بمستشفى لدولة ناميبيا
16 افريل، ناميبيا تؤكد دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. صاحبي حشموا شويه على رواحكم، القضيه مكشوفه بزاف، اسطروها، دسوها، غموها، ديروا شويه مكياج، ما على باليش انا، ديروا لها فيلتر، شوفوا عفسه. 16 افريل، ناميبيا تجدد دعمها للجمهوريه العربيه الصحراويه التندوفيه. 19 افريل، تتبرعوا بمستشفى لناميبيا. عيب اصاحبي. ولو انه قبل ما نرجعوا للقضيه ونزيد نفصل لكم في ما قامت به ناميبيا، انا تفكرت واحد السيد برك، تبون صراحه ممكن تكون القضيه مش مربوطه، بصح تفكرت السيد هذا. اقسم لكم بالله نتهلوا لنا الحدود ويسمحوا الحافلات بتاعنا باش تدخل، باش نبني في ظرف 20 يوم 3 مستشفيات. وعبد المجيد تبون يبان لي راك غلط شويه، راح تبني مستشفى في ناميبيا، ماشي غزه بعيده شويه على ناميبيا، لا ولا رايحين ينقلوا الساكنه تاع غزه لناميبيا ورايحين تبنيو لهم مستشفى لتم. أحداث ملعب أسفي. أحلت كاف الأحداث إلى لجنة الانضباط التي تجتمع غدا إن شاء الله الخميس 23 أبريل 2026 بسبب التجاوزات الخطيرة من الجماهير الجزائرية خلال مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية. تأجيل انطلاق المباراة 75 دقيقة، اقتحام أرضية الملعب، اعتداء على المنظمين والإعلاميين. جزائرية مقيمة في بريطانيا شكلت بعبئا للنظام الجزائري لكونها تفضح فدائية الجزائرية المتعلقة بالتراث وكيف حاولوا السطو على التراث المغربي، مما جعل المخابرات الجزائرية تدخل على الخط لتهديدها وإسكاتها. انا اللي خالعني علاش راهم المغربيات زعما كيما نقولوا طيحوا من قيمتهم، خاطر حنا ملي كنسمعوا المغاربه كنا نفرحوا، صرت انا في الغرب ندا كوني اون كونتاكت نقولوا راحه المغرب، حنا كنا نجيبوا الصوالح من المغرب، كنا نشرو الصوالح من المغرب، ما كان عندنا والو، ما كناش حنا الخير كاين في المغرب. الجزائر الشر الميزيريه يفو لادميتر، زعما كنا الناس تهرب، زعما نقولوا كي نقولوا لا جوا دو فيفغ في المغرب، كنا نغيروا حنا من المغرب، هذه سي فيغيتي. تدرك من المغربيه دوكا يعايروا، انا مش فاهمه علاش راهم يعايروا، اسكو باسكو راهم يعايروكم هذوك بكري صحاب الجي لا كابيتال ومن ما يعرفوكمش، هما هكا ديجا مع الغرب، ديجا حنا يعايرونا صحاب وهره صحاب الغرب، يعايروا يكرهوا كل واحد. الوغ مي جيتو نتوما درك راكم باغيين تدخلوا كونتاكت مع تاع الجي يكرهوا كل واحد، هما من بكري معقدين. الوغ درك راكم غير طيحوا من قيمتكم على بالكم، باسكو نتوما ناس هاربين، نتوما المغربيات عندكم اسلوب حياه، عندكم نمط معيشي، عندك داك الصالون المغربي، عندكم ستيل. هذا حنا كيما نقولوا نتوما من ديروا هاد الصوالح باغ طيبوا داك الكاطو تاعكم ولا تاكلوا ماكلتكم، ولا عندكم ستيل دو في لايف ستايل كنقول نمط معيشي اللي تعيشوا كامل. حنا غير نلعبوها، حنا رانا نديروا داك الصوالح غير باش نخلعوا الغاشي، مي حنا في ديارنا غير دبازي وغير نهضره والتقطع. فهادشي اللي كان الإخوان، دمتم في رعاية الله. إن شاء الله.